فدابا بقاو لك جوج ديال الحوايج حتى هما مهمين، وهي الكتابه والقراءه. كيفاش غنديروا لهم في هذه الحاله؟ شتي هادو بجوج واخا تخدم عليهم غير 10% من التعلم ديالك كامل راه كافي. فالكتابه بوحدها كتعاونك بزاف انك ترسخ اللغه في دماغك، راه بحال الا ديتيها للبلديه وقاليزيتيها، يعني صافي كتثبت سيرتو الا كنتي كتكتب وتعاود هذيك الحاجه اللي محتاج لها. وعندنا القراءه غتعاونك حتى هي في جوج ديال الحوايج. اولا غتاخذ النسخه ديالك الاصليه، ما غتبقاش غير كتقلد الناس، بل غتولي النسخه ديالك الحقيقيه، غتولي تهضر مزيان وبطريقتك الخاصه. والحاجه الثانيه اللي ما عارفيناش بزاف ديال الناس هو اللغه الانجليزيه راه ماشي كما باقي اللغات. علاش؟ حيت ديما كاينين حروف في وسط الكلمات ما كيتنطقوش، وهذا غيجيك صعيب في البدايه. خلينا نعطيك مثلا، شوف هذه الكلمه هذه شنو غادي ننطقوها؟ ويدنزداي؟ لا، هي كتنطق وينزداي، يعني هذاك الدير الاولى كنحيدوها. زيدك الكلمه الثانيه شنو نقدروا نقولوا لها؟ كنايف؟ لا، كنحيدوا هذيك الكا كتسمى نايف اللي هو الموس. زيدك هاد الثالثه اللي سهله شنو غنقولوا لها؟ ليستن؟ لا، غنسميوها ليسن، يعني هذاك التي ما كتنطقش. الكلمه الاخرى شنو نقدروا نقولوا لها؟ الريسيبت؟ لا، فيها حرف بي ما كيتنطقش، يعني حتى هو سايلنت، كتسمى الريسيت. وهذه هي التشعكيكه ديال هذه اللغه. تقدر تسولني تقول لي علاش دايره بحال هكا؟ فهاد الشيء عنده علاقه بواحد التاريخ قديم، لان حتى الانجليزيه راه 80% منها غير مخطوف، شويه من الالمانيه، شويه من هنا، شويه من هنا. المهم هذا موضوع بوحده.